السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في وسط زحمة القاهرة وتحديدا في الدقي في كنز فني محدش بيتكلم عنه كتير. متحف شكله هادي بس جواه لوحات تسوى ملايين. ناس كتير ما يتعرفش انه كان مسرح لاشهر سرقة فنية في تاريخ مصر. النهاردة في حبشتكنات هنكتشف مع بعض متحف محمد محمود خليل وقصة رجل واحد حب الفن لدرجة خلى بيته متحف عالمي. جاهزين؟ يلا بينا. يلا بينا نغوص في عالم من الجمال والدهشة والتأمين الضعيف شوية. متحف محمد محمود خليل وحرمه يعتبر واحدة من أبرز المتاحف الفنية في مصر، حيث يضم مجموعة نادرة من روائع الفن الأوروبي تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، ويعد متحف محمد محمود خليل أكبر متحف فني في مصر، إذ يحتوي على روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف بإجمالي مسطح 538.75 متر مربع، وتحيط حديقة يصل مساحتها إلى 2400 متر مربع، ويطل على نيل مصر من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية على شارع الجيزة. يقع المتحف في قصر أنيق شيد عام 1915 على الطراز الفرنسي في حي الدقي محافظة الجيزة، وقد كان هذا القصر مقر إقامة محمد محمود خليل وزوجته اللذين أوصيا بتحويله إلى متحف بعد وفاتهما. وافتتح المتحف لأول مرة عام 1962، ثم نقلت محتوياته إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971، ثم أعيد افتتاحه بالزمالك عام 1979 قبل أن يعاد افتتاحه في مقره الأصلي بالدقي عام 1995 بعد عملية ترميم وتطوير استمرت لسنوات منذ عام 1989. ما الذي ستشاهده في المتحف؟ روائع المدرسة التأثيرية. يضم المتحف عددا من الأعمال الفنية التي تنتمي إلى المدرسة التأثيرية، والتي كانت من أهم الحركات الفنية التي أحدثت ثورة في عالم الفن. أعمال استشراقية وأوروبية. يضم المتحف أيضا لوحات لفنانين مستشرقين تأثروا بالثقافة الشرقية إلى جانب أعمال فنية تعكس تيارات متنوعة من الفن الأوروبي. تحف نادرة. يحتوي المتحف على مجموعة من الفازات والأواني الخزفية الثمينة القادمة من فرنسا وتركيا وإيران والصين، مما يضفي بعدا ثقافيا مميزا على معروضاته. قاعة أفق واحد. تضم القاعة عروضا متغيرة للفنون التشكيلية المصرية والعالمية، وهي من أكبر القاعات المتخصصة في الشرق الأوسط. افتتحت هذه القاعة عام 1997 وشهدت العديد من المعارض المميزة منذ ذلك الحين. يجب عليك زيارة متحف محمد محمود خليل، لأن المتحف بيضم مجموعة رائعة من اللوحات والتماثيل والتحف الفنية التي تعود إلى المدرسة التأثيرية والمدارس الفنية الأوروبية الأخرى، لذلك يعد وجهة مثالية لمحبي الفن الكلاسيكي. ويعد القصر الذي يحتضن المتحف تحفة معمارية بحد ذاته، حيث يعكس الطراز الفرنسي الأنيق، كما يضم ديكورات فخمة تزيد من متعة التجربة البصرية. يحتوي المتحف على حوالي 304 لوحة فنية. علاوة على ذلك يضم 50 تمثال برونزيا ورخاميا وقصيا لأشهر فنانين أوروبا مثل فان جوخ وبول جوجان وكلود مونيا وإدوارد ماني ورينوار ورودن وديجا.
مقتنيات المتحف. تشمل مقتنيات المتحف مجموعة نادرة من علب الأنرو ذات الطراز الياباني، وهي المقتنيات التي تشغل الدور الأرضي للمتحف ومعه الطابقان الأول والثاني. بينما يشغل الدور تحت الأرض الإدارة والمكتبة ومركز المعلومات وقاعة كبيرة لمناقشة البحوث، فيما يضم الدور الأرضي للمتحف 5 قاعات، منها قاعة مستديرة يتوسطها تمثال نداء السلاح من البرونز للفنان رودان، وتضم القاعة أيضا فازتين من الصين كبيرتي الحجم وفازتين من اليابان ومجموعة من أطباق تركية، وفي هذه القاعة سجادة حائط كبيرة وترجع إلى القرن السابع عشر من بلجيكا. وفي داخل هذه القاعة أيضا صورتان لمحمد محمود خليل وزوجته وعدد من الفازات الصينية التي ترجع إلى القرن السادس عشر. وعند دخول الزائر للقاعة الثالثة بهذا الدور يجد أمامه لوحة كبيرة للفنان آمان كانت مهداة إلى إيميلين زوجة محمود خليل. وفي نفس القاعة بعضا من قطع الآثاث الخاصة بمحمود خليل. وفي نهاية هذا الدور توجد القاعة الأخيرة وبها لوحة كبيرة تمثل رحلة صيد كانت مهداة إلى الرئيس الراحل أنور السادات، إضافة إلى لوحة بيضاوية تمثل صورة الأميرة ديفا جرام الزوجة الثانية لنابليون بونابرت وابنة ملك النمسا فرانسيس الأول، وكان زواجهما سياسيا بالدرجة الأولى. ومن أشهر مقتنيات المتحف لوحة فان جوخ الشهيرة بزهرة الخشخاش ولوحة الحياة والموت لجوجن. كما يضم المتحف 208 لوحة من أعمال الفنانين الذين مهدوا الأرض المدرسة التأثيرية مثل ديجا ولوحاته التعبيرية وأعمال رومانسية ديلاكرو، إلى جانب واقعية ميلي وكلاسيكية فيتر هالتر وجمع من المستشرقين الذين عشقوا شمس الشرق وإنسانه وعاداته وتقاليده أمثال فورمنتان وبيرشيد وميريلات وجبريل بيسي. الأمريكية العالمية الخاصة ENR، وكانت مؤسسة بالاستشارات الهندسية، أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، وفاز مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل بجائزة أفضل مشروع ترميم في العالم. مقتنيات المتحف أصلية وليس لها مثيل. وقالت الدكتورة نسرين أباظة مدير متحف محمود خليل أن القيمة الفنية للمتحف ترجع بأن مقتنيات المتحف لفنانين عالميين، والمقتنيات الموجودة أصلية وليست نسخ متابعة. الفنان هو اللي عمل منها عدة نسخ وقيمتها الفنية بأنها أصلية وأوريجينال، ويوجد مقتنيات لا مثيل لها حول العالم. وعن أغلى عمل فني في المتحف أوضحت الدكتورة نسرين أباظة أنه توجد لوحة للفنان الفرنسي كلود مونيه، وهو رائد من رواد المدرسة التأثيرية وتميز بتطويره للمدارس الفنية الكلاسيكية أو الرومانسية والاتجاه لأسلوب أو نظام جديد للمدارس وهي التأثيرية أو الانطباعية.
يعتبر متحف محمد محمود خليل وحرمه أحد أهم المتاحف في مصر والمنطقة العربية، حيث يضم مجموعة هائلة من روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وجبلان وغيرها، ولكن تبقى مجموعة الأعمال الخاصة بفناني القرن التاسع عشر في أوروبا هي الأهم والأشهر، لأنها تضم أعمالا تبلغ عددها 876 عملا لأبرز فناني المدرسة التأثيرية وبعض أعمال فناني المدرسة الرومانتيكية والمدرسة الكلاسيكية. ويتفرع من متحف محمد محمود خليل جزء هام وحيوي، وهو موقع خاص للعروض المتحفية المتغيرة لرواد الفن التشكيلي المصري والعالمي. يبلغ عدد اللوحات الزيتية والمائية والباستل والرسوم الموجودة بالقصر حوالي 304 لوحة من صنع 143 مصور، من بينها 30 لوحة ل9 مصورين مصريين. وكما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالا من صنع 14 مثالا، من بينهما تمثالان لمحمد حسن وتمثال لسعيد الصدر. وتضم المجموعة الفرنسية أعمالا لأعظم فناني القرن التاسع عشر، من بينهم رينوار وفان جوخ. ومن أهم اللوحات الموجودة في المتحف لوحة ذات الرباط الأبيض لرينوار، والتي رسمها لفتاة مجهولة لم يذكر اسمها، وهي إحدى 5 لوحات ضمتها مجموعة خليل لنفس الفنان، ومنها لوحتان لطبيعة صامتة، إحداهما لزهور الدالية والأخرى فنجان شاي وبعض ثمار اليوسفي، واللوحة الثالثة لمنظر طبيعي في الربيع، بينما تمثل اللوحة الرابعة طفلة ترتدي قبعة إنها كلود رينوار ابنة الفنان رينوار. ويوجد في الطابق الثاني للقصر قاعتان خصص كل منهما لأغلى وأجمل لوحات مجموعة محمود خليل وحرمه، منها لوحة المستحمات لجوجن، وهي من أندر أعمال جوجن، ويحظى كل عمل فني بشهادة ميلاد مثبتة خلفه مدون عليه اسم العمل ومواصفاته الفنية وكل المعلومات الخاصة به، حتى تتاح المعلومات الوثائقية لكل متذوقي الفن والتمثيل نافذة مفتوحة على عالم كنوز الأعمال الفنية. تم إغلاق المتحف عام 2010، وبدأت أعمال التطوير عام 2014 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات، ومرت عمليات الترميم بعدة مراحل ضمت كل الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تحديث نظم الأمن والمراقبة، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل، وتحديث سيناريو العرض المتحفي، إلى جانب إضافة خدمات للجمهور. مرة أخرى يعود متحف محمد محمود خليل وحرمه إلى الحياة بعد أكثر من 10 سنوات تحت عنوان مغلق، حيث تم إغلاقه عام 2010 وبدأت أعمال التطوير فيه عام 2014 لتشمل عدة مراحل ضمت الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكة التكييف والتهوية.
يقع المتحف في واحد شارع كافور الدقي الجيزة. من ناحية أخرى يعد موقعه مركزيا واسهل الوصول إليه من مختلف مناطق القاهرة.
ودلوقتي هسيبكم تستمتعوا بمشاهدة صور جميلة تم التقاطها للوحات فنية للفنانين ومقتنيات أثرية وفنية من متحف محمد محمود خليل، وأيضا صور للتماثيل البرونزية والرخامية.
وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوف وشكم على ألف خير ومع ألف سلامة.